السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا في بيت العيلة، ومعانا بقى النهاردة فيديو جديد من فيديوهاتنا. وقبل ما نقول الفيديو ده عبارة عن ايه، اللي مش مشترك في القناة اشترك في القناة، واللي مش فعل الجرس فعل الجرس، متنسوش تعملنا فولو على الانستجرام واد على الفيسبوك. والنهاردة بقى فيديو جميل جميل جميل. النهاردة انا مش هطبخ يعني ولا اي حد هيروح، انا معزومة النهاردة على الفطار، وماما الجميلة عزمتني على الفطار النهاردة. احنا هنا عندها، وهي قالت لي سمر انتوا لازم تيجوا من بدري. طبعا انا بقى على ما قمنا وعمر جه من الشغل ولبست العيال وجهزنا وكده، فانا دلوقتي رايحه لها. هي قالت لي ان هي مش هتعمل يعني حاجه، هي كل حاجه هتكون جايباها جاهزه. فهنشوف بقى ايه الحاجات الحلوه اللي هي هتجيبها والحاجات اللي هي عملتها. وانا والله قلت يعني ما تكلفيش نفسك، ويعني مش تعملي يعني حاجه زياده عن اللازم، اصل احنا كده كده يا دوبك بس هنشرب العصير وخلاص. الواحد انتوا عارفين بيبقى صايم مش بيقدر. ودلوقتي بقى هنشوف ايه الحاجات الحلوه اللي هي عملتها لنا. والله انا قلت لها مش تكلف نفسها زي ما قلت لكم، عشان احنا بنبقى يعني بنشرب الميه وخلاص على كده. بس هي قالت لازم زي ما انا جيت لكم انتوا كمان تجولي. والعيال عمالين يعيطوا عشان نلحق نمشي. فاللي مش مشترك في القناه بقى يشترك في القناه، واللي مش فاعل الجرس فاعل الجرس. ويلا بينا علشان نشوف الحاجات الحلوه اللي ماما عملتها. يلا سماحة لينو يأتي إحنا عند الساعة ناطر فلنا تتتا سناطر. أيوة بقى بابا وتيتا هم بيعملوا لنا باي. قميصة جميلة تيتا زين بابا القمر. زين القمر جميل. دوت بقى، ايه رأيكم الأول في المقدمة اللي لميس عملتها؟ لميس عسل. دلوقتي دي كنا عند حماتي مامة عمر. على فكرة هي مش مامته، هي خالته، بس هي مامته اللي ربته، وهو بيحبها جدا، واحنا بصراحة كلنا بنحبها جدا، حتى مامته بتحبها جدا يعني خالته يا جماعة. فدلوقتي دي مشروبات رمضان. كل اللي كان عايز بقى حاجة معينة رحنا صابين في الكوبايات، كوبايات كده. ام ايه الغالية اللي احنا تعبناها معانا ربنا يديها الصحة. ودلوقتي بصوا انا بسجل لكم والفجر بيدن. عزيز الله عز وجل دلوقتي بقى زي ما انا قلت لكم، هي كانت بتقول ان هي يعني مش هتعمل حاجه وهتجيب الحاجه جاهزه وكده. هي فعلا عملت مشاوي، جابت الفراخ مشويه جاهزه، وزي ما انتم شايفين كده. بصراحه الحاجه كانت نفسها حلو، ويعني ريحه وطعم كان تحفه. وتسلم ايدين الراجل والله اللي عملها. وماما حبيبتي لازم بتحب تتبلها الاول قبل ما توديها، فكانت التتبيله بتاعتك يا ماما كانت خطيره. تسلم ايدك. كانت عامله الفراخ مشويه كده وكانت عامله لنا كمان كفته زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اصور لكم كل حاجه لوحدها عشان بصوا المنظر كده يجوعكم، يعني اول ما تشوفوا كده تقولوا الله تسلم ايدك يا ام عمر. بصوا الحاجة شكلها يفتح النفس ازاي. وعلى فكرة الراجل يعني جاب لها الحاجة لحد البيت مخصوص، يعني مش هي اللي راحت ولا بعتت حد ولا كده. يعني الراجل كان بيقولها انا جيت بس عشان اسلم عليكي. شفتوا يا جماعة حب الناس؟ والله قال لها انا جيت بس عشان اسلم عليكي واشوفك. وطبعا المشاوي ما تنفعش من غير طحينة، بس طبعا الطحينة عملنا الطحينة في البيت وكانت خطيرة. ولا تقولي بقى الطحينة بتاعت بقى، هو الراجل كان جايب طحينة بصراحة معاه، بس احنا قلنا ايه بقى احتياطي، عشان طبعا احنا بنحب الطحينة وكده والسلطات والكلام ده. وعملناها في البيت كده في السريع، بس كانت خطيرة خطيرة خطيرة، كان لا يعلى عليها بصراحة. وحطينا بقى حاجة خضرة كده جنبها عشان نزين الطبق، نعمل لكم سسبنس يعني. وطبعا ما ينفعش مشاوي وطحينة من غير سلطة. ولا ايه ماسة؟ مش عايزة تتكلم، مش عايزة تقولي لهم السلطة كانت حلوة والحاجة كانت حلوة ولا لأ؟ سلطة حلوة يا جماعة. اعملوا لايك قلب طلعت
تعملوا سلطة. تقول لكم اعملوا لايك وقلب وما تنسوش تفعلوا الجرس. شاطرة يا ميسة. الله. شطورة بنتي، هتطلع يوتيوبر خطيرة. يلا قولي وعايزة ايه كمان؟ الله، المخلل بقى وجمال. بتحبي المخلل؟ لا. شاطرة ميسو، شطورة مش بتاكل مخلل عشان هاتي كبيرة. هي كبيرة بس برضه مش بتحب تاكل مخلل. شاطرة يا ميسو. عشان المخلل بيبقى حادق صح وحامي صح، بس احنا طبعا احنا الكبار بنحبه عشان بنبلع بيه الاكل، لكن هي صغنونة جميلة مش ينفع تاكل مخلل. وطبعا المخلل لازم يبقى جزر وحاجات زي ما انتوا شايفين وزيتون وشطة وبصل وحاجات حلوة كده تفتح النفس. والله بقى على ورق العنب. بتحبي ورق العنب؟ ماشي، انت بتفكري؟ ورق العنب جميل، انا بحبه جدا بقى، والمزازة بتاعته دي ويا سلام. وايه ماما وهو بيحبك قوي يا موسى. ورق العنب بيقعد يقول لي انا بحب لميس وخلي لميس تاكل مني. صح. وبتحبي ايه تاني؟ احنا اتفاجئنا اصلا ان هي عامله محاشي، يعني هي قالت احنا هنقضيها كده وخلاص، ويعني عشان مش نعمل اكل وكده، وقلنا يا ريت ويبقى احسن واخف وكده. ده كرنب. بتحبيه؟ والكرنب بيحبك. ودلوقتي بقى لقيناها عامله لنا كرنب، ولقيناها عامله ورق عنب، ولقيناها عامله حاجات كتير قوي، يعني مش عارفه ليه كده. والله الاكل احنا بصوا علقوا اللميس وقولوا لها مثل قمر. صح يا مثل؟ مش انتي مثل قمر؟ هي مثل قمر يا جماعه. شايفين مقدمة برامج هايلة ازاي؟ شاطرة يا ميس. وده بقى خس، ورق خس. لا خس. بصوا هي عاملة يعني اللي ما بيحبش ده ياكل ده، واحنا الحمد لله بنحب كل الحاجات صح؟ عشان نعمة ربنا كلها حلوة يا ميسة مش كده؟ ايوه، ما ينفعش نقول على حاجة لا مش حلوة. وعمر بيحب ورق الخس وانا بحب ورق العنب وهما بيحبوا ورق الكرنب، يعني كل واحد بيحب حاجة ياكلها، فهم يعني مش مزعلين حد ومش حارمين حد من حاجة. والله بقى على الملوخية، ما فيش حد بقى ما بيحبش الملوخية. فبصراحة الاكل كان جميل ويفتح النفس، واحنا كنا مبسوطين اصلا، يعني اللمة الحلوة مفيش احسن منها. والله لو بعيش وملح مش في احسن منها. كفايه ان انت تكون قاعد مع ناس يعني انت حاببهم وهم حابينك وحاسس كده براحه نفسيه. والله انا في اليوم دوت ما عرفتش اكل بسبب العيال، يعني حتى هم قعدوا يقولوا يا بنتي انت وكلتيش ما عملتيش. الاستاذ زين طبعا لازم يقلب علينا كل يوم في رمضان، عندنا او عند حد او عند مامتي او عند حماتي او كده، لازم الاستاذ زين يقلب لنا طبق من الاكل، لازم يا سلطه بقى يا مخلل يا طحينه يا اي حاجه. والله عشان هو صغنن يا جماعه. ده اسمه ايه مثلا؟ زي ده لسان عصفور. عصفور. لسان عصفور ده جميل وكان طعمه حلو قوي. مثلا بقى تعصر عليه كده ليمونيه، الله جميل ويفتح النفس. ما بتحبوش ليه؟ حلو. لسان عصفور بيقعد يقول لي انا بحب لميس وخلي لميس تاكلني. لا انا مش عارفه اعمل ايه في البت اللي ما بترضاش تاكل حاجه خالص دي. ودي بقى البسبوسه الخطيره. كانت ماما عامله بسبوسه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. لا قوليش. مش هقول ليه؟ سنانا دبيل. ايوه ميسو جميله. اتكلمي انت. يا أتي دمها حملوا قلب ليت تعملوا زلوا درس تعملوا درس. شاطرة ياتي. بص انتوا عرفتوا هي قالت لكم ايه صح؟ تقول لكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوناش بقى في اللايكات الكتير، لازم تعملوا لايك صح؟
يلا قول لهم سلام. سلام. كل رمضان وانتوا طيبين. مدام